السلام عليكم شباب، يا رب تكونوا بخير وسلامة. اليوم شبابنا نشرح لكم هل من الممكن اختراق جهاز عن طريق رابط، سواء كان حاسوب أو موبايل. طبعا أحب أنوه أن هذا الشرح لأغراض تعليمية فقط، ولا أتحمل أي مسؤولية. فنكمل شبابنا. هواي سامعين أنتم تقول يعني سامعين أنه لا تضغط على رابط ممكن يخترقك، وبعضكم يكذب هالشي، وبعضكم يصدق احتمال، وبعضكم يقول لا هذا بروتوكول HTTPS آمن. لا، ماكو شيء آمن بالنت. طبعا طريقة الاختراق متوفرة على عدة مراحل أو عدة طرق. ممكن عن طريق الزيرو داي، ثغرات الزيرو داي، راح أوضح لكم إياها وحدة وحدة، وبالأخير نستغل طريقة واحدة عن طريق البيف اكس اس اس. طبعا ممكن طريقة الاختراق الأولى عن طريق ثغرات الزيرو داي. هاي الثغرات الزيرو داي تنباع بسعر غالي كلش يعني. وطريقة اختراقها حتى احتمال ما يحتاج منك أي شيء، فقط نقر على رابط. ممكن صوت يرسل لك، يعني ترسل لك على التليجرام، على الواتساب. مثل برنامج هسه عندك أداة بيجاسوس اللي طورتها إسرائيل، وحتى اخترقت بها أجهزة الآيفون. هاي هسه بخصوص زيرو داي تستغل ثغرات برامج حماية بالمعالجات. هواي طرق، وهاي غالية يعني، صعبة تحصل إذا كانت عندك خبرة عالية. طيب يا أحمد، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية شنو؟ عن طريق الميتا سبلويت فريم ورك. الميتا سبلويت تحتوي على عدة موديلات، وكل موديل له شغل خاص به. ممكن موجه للويب سيرفرز، ممكن للديفايس. تمام. من ضمن الموديلات هاي اكو ثغرة اسمها ستاج فريت ستاج فريت. تستغل عن طريق الفيديوهات MP4. الأجهزة الحديثة يعني الحدثوا 15 14 15 حدثوا جوجل كروم حاليا والفايرفوكس، سدوا هاي الثغرة. ممكن الأجهزة القديمة بعدها مصابة. هاي الثغرة بعدها موجودة بالميتا سبلويت. بس هاي لا أحمد أو علي أو أي كان راح يسمع عن بتاع الميتا سبلويت، أكو هواي ثغرات قابلة للاختراق بالميتا سبلويت. الاختبار، احنا نقول ما نقول اختراق، الاختبار مثل شنو؟ راح أوضح لكم إياه واحدة واحدة. شوفوا يا شباب، بالميتا سبلويت لو بدنا نستعمل موديل معين، نقول له يوز يعني استعمل الموديل. تمام. من ضمن الموديلات نقول له اكسبلويت يعني استغل. بالبداية من الاكسبلويت، بعدين نختار الفئة المستهدفة في الاندرويد او ملتي ديفايس، يعني نخليها عام. هسه عندك هنا اندرويد كتبت انا، هسه اطبق لكم على الميتا سبلويت ملتي ديفايس، ونرجع نقول له شنو وين نريد بالبراوزر بالمتصفحات. شوف يعني نفصل له، يعني نقول له احنا وين نريد الثغرة. براو شبابنا، راح اسوي سيرش حتى اوريكم الثغرات المتوفرة، الاستغلالات الموديلات المتوفرة. اكسبلويت سلاش ما قلت له اندرويد اول شي. راح اوريكم على اندرويد بالبداية. اندرويد سلاش براوزر. طبعا شباب انا قاعد اسوي بالبداية بعدين اسجل. حلو. هسه عندك الثغرات المتوفرة حاليا على الاندرويد تقدر تختار فيها. عندك ستاك فريت، وعندك ويب فيو جافا سكريبت انترفيس. طبعا جميع الموبايلات موجود بيها ويب فيو. إذا طلعت على الاعدادات على التطبيقات راح تلقى ويب فيو موجود. خلينا نروح نجرب ملتي ديفايس،
ونشوف الثغرات المتوفرة بيها. طبعا شباب خاف تقول ليه تطلع ثغرات قليلة لأندرويد حاليا، لأن احنا استعملنا براوزر يعني دخلنا ضمن المجلد البراوزر فطلع لنا الثغرات مالته. حاليا هسه بالملتي ديفايس مثل ما تشوفون حاليا يعني عندك ثغرات الفايرفوكس، جوجل، حتى الماك او سي يعني قابل للاختراق، الماكنتوش الابل، لان فلاش بس القدماء يذكرون فلاش اضافه. طيب احمد احنا لا اريد هاي ولا اريد هاي، احنا نريد اختراق عن طريق رابط يعني وضح لنا او اثبت لنا. طيب سامعين بالاكسس اللي كروس سايت سكريبت، اعتقد هيك تنكتب كروس سايت CROSI كروس سايت سكريبت. الكروس سايت سكريبت نقدر نستغلها ثغرات لا عن طريق الجافا سكريبت. نحكي عن اكواد جافا سكريبت خبيثة بالسيرفر على مود النفذ اللي نريده. تمام، هاي المرة ممكن يعني نستغل هالشي، نسوي لنا موقع معين ونحقن بيه اكواد الجافا سكريبت. هسه هو يعني اوضح لكم عن طريق استعمال اداة بيف اكس اس اس شلون ممكن نسوي هالصفحة، وهل من ممكن نخترق جهاز بيها. طبعا هي شبابنا استعملت الأداة لأن هي بسيطة، يعني ما أقدر أوضح لكم اختراق يعني أجهزة مباشرة عن طريق رابط بصورة 100% وننفذ عليه أكواد. طبعا نكتب هنا الباسورد يفتح. هاي الويب يو اي اللي خاصة بالانترفيس واليوزر نيم وغيرها يعني تسجيل الدخول. طبعا اليوزر نيم والباسورد يجي عادة بف بس أنا غيرته، سويته بف والباسورد غيرته. فمثل ما قلت لكم هاي شغلة لأغراض توعوية يعني وليس للاختراق، حتى لو أتذكر إنه نعم يعني ممكن الاختراق. هنا نخلي رسالة لا تتوجه تطلع للشخص يدخل للموقع. يظهر تنبيه معين لأني موديل أزل تختار موديل معين، أنا خليته بس تنبيه يطلع فوق. كتبت رسالة ويلكم سير حفظ. طيب كملنا من هنا. هسه أروح يعني أوريكم الهوك راح نستعمله IP-A. طبعا شبابنا راح الاختراق أسوي لوكال داخلي مو بوبليك. لا تريد بوبليك لازم تستعمل غير أداة، تستعمل عفوا أداة نجوم. طبعا هاي لوكال دقيقة بس خل أغير عليه من هاي. طبعا هو كتب لنا الهوك مالته هوك دوت جافا سكريبت حتى يوضح لنا يعني طلع لنا الكود. نجي نغير هنا نصنع الاي بي، ننسخ هذا. شوفوا شبابنا هاي اكواد جافا سكريبت خبيثة. هو راح يصحها مباشرة بموقع معين سواء في الفيسبوك جوجل، انت موقع في المخترقة تقدر تسوي فيها شيء. يوتيوب كذلك. راح نسوي لنا صفحة HTML بسيطة حتى بس اوضح لكم. تمام شباب، نكتب الاسم HTML. شو ما نغلق دقيقة، هاي إغلاق نغلق حاليا. نجي شوية جوا، نجي هنا نكتب بودي. اي بودي حاليا بودي طبعا أيضا شباب والله ناسي. طبعا شباب مثل ما قلنا لكم سواء تستعملون يعني فأنت مخترق لك موقع معين أو شيء، أو لقيت لك موقع مصادرة XSS كروس سايت سكريبت تقدر مباشرة تنتقل بيها يعني مو شرط. فنكتب هسه حاليا بودي H1. نكتب الرسالة. الرسالة تطلع لك من تدخل على الموقع. Welcome Sarah, it is nice to meet you. اكتبها you know it is nice day. يلا face day. hello هذونا شبابنا nice day. it is a nice day. حلو. هسه نجي نكتب الكود جافا سكريبت.
نقول له سكريبت سورس CRS. نجي نحقن الويب بيج اللي مسوينه احنا، الهوك، هوك جافا سكريبت، الاكواد الخبيثة اللي سويناها بوسط البث. هذا طبعا شباب تأكدوا نفس الشيء صحيح. هذا يقدر يتغير شبابنا. هذا انا حاليا مستعمل لوكال هوست لان قلت لكم ما اقدر استعمل بابليك لان تعرض لهواي امور قانونية. فحاليا انا مكتفي بالبابليك حتى التوضيح فقط ولدواعي امنية. هذا قابل للتغيير. تقدر تستعمل اداة نجروك مثل ما وضحت قبل شوي. اداة نجروك راح تعطيك هوست وبورت. هذا الهوست والبورت طبعا هاي اداة نجروك اسمها لا تنزلونها. الهوست راح يعطيك شوية طويل عادي همله، ويعطيك بورت. او اذا انت عندك موقع الكتروني يعني مشتري سابقا تقدر تستغله بكل بساطة وتثبت وضعية. الهوست والبورت قبل تزرعهم هنا طبيعي مباشرة. اهم شي تكون تتأكد ان الهوك جافا سكريبت مكتوبة. شوفوا هنا هوك جافا سكريبت. هذا تقدر تغيره عن طريق النانو. طبعا تحتاج صراحة الروت فيك تكتب سادو نانو etc/xssbif config وتغيره. كمل الكود هنا حتى نقفله. نقفل السكريبت انقفل حاليا. هسه هذا يعني كصفحة بسيطة سويناها حتى نوضح لكم الإخفاق. طبعا حاليا نسوي حفظ حتى نستغل قدامكم مباشرة. نسوي الاستغلال تشوفونه في فولدر. طبعا شباب حتى هنا حتى اسوي سيرفر مباشرة شغلة عن طريق بايثون بايثون 3 داش ام HTTP سيرفر ما اتذكر. قبل لا اشغل خل اوريكم دقيقة. شغلة شوفوا ويلكم سير it is nice day. هاي حاليا نجح الاستغلال. ويلكم سير بف قائد الجهاز عندي تم الاتصال. طبعا حاليا لوكال والبراوزر عنده حاليا متصفح ما بي يعني لا كوكيز ولا هاي تسجيلات. فهسه عنده حاليا لاني بداية الثغرات يعني يقدر يستغلهن. جوجل اريا الثغرات المتوفرة من قسم الكوماند اوريكم اياهم. ويب سوكت ويب جي ال كويك بلوجنات نثبتها. المسار هاي البات وغيرها يعني قد نسبت جوجل انك. الجرافيك بروسيس يونت. هاي كمعلومات يعني عامة عن الجهاز والخدمات اللي مثبتها. طبعا هاي سالفة علي الجراح هسه يحلل لك الاتصالات بالواير شارك او يلقى لك اياه. خلينا نكمل اخواننا. هسه حاليا كملت هنا الأولى. خلي اشغله حتى افتحه بجهازي بالموبايل. ما راح اسوي عليه يعني استراحة انفذ عليه اكواد متاسبلويت لان لا يضر جهاز انه بس يقلل عليك. شبابنا طبعا شباب ارجع انوه انه هذا الشرح لاغراض امنية وتوعوية انه ما يصير نضغط على اي رابط ما نعرف مصدره. ولازم دائما تتأكدون من تنظيف الكاش. ولا تفعلون اكواد الجافا سكريبت. ركزوا في هالشي لا تفعلون اكواد الجافا سكريبت. حاليا قرأ عندنا الجهاز اتصل طبيعي. ويب سوكيت هاي كوكي السحبة مالتي مال موبايلي. المسار مالته اشتغل مالتي لا كارت الشاشة. اي جرافيك بروسيس يونت. معلومات الجهاز البقية شباب إذا ملاحظين إنه بالآيفون كواليتي الجافا سكريبت يوقفها. أنت تعرف يقول لك شغل هذا شغلك وتعال شغل. طبعا نقدر على النتورك شباب على الهوست ندخل على الهوست
نفحص الأجهزة المتصلة على الشبكة مباشرة، هم كذلك حتى نستغلها، ونفحص الجهاز نفسيته، ونفتح البورتات مالته. طبعا ما راح أسوي استغلال ثاني. فينجر برينت، بورت سكان، لا تتفحص هذا قبل. نجي هسه لقسم الكوماند. هاي الثغرات المتوفرة، الموديلات اللي ممكن أستغلها لما أنفذ لحاجة معينة بالموبايل. ديتكتيف دقيقة نكبر. ده مان in the middle. لا لا، مو مان in the middle، هاي مان in the middle. ديتكتيف ويندوز ميديا بلاير، بلاي ساوند، ريموف، ويب كام، هاي تفتح كاميرا عليك. طبعا شباب انت هذا يعني لازم يظل موجود على المتصفح، يعني مفتوح. حاليا هاي عندنا ملابات وسيسكو، مهم الموضوع. جيت باج، بيجي فيها باج. وعندك هاي مال ميتاسبلويت اوتو باوند، هذا راح ينفذ عدة هجمات على مود يعطيك استغلال جلسة ميتا اوبريتر مفتوحة على الميتاسبلويت. تمام. يعني انت عندك هنا هواي موديلات قابلة للاستغلال على الموبايل. الخضراء قابلة للاستغلال، الصفراء يعني اللون الثاني ما متأكد منه صراحة. برتقالي، يعني هي ثغرات متعددة مو نوع واحد. هاي بروكسي إذا تريد توجه اتصال معين، يعني يفتح صفحة معينة. هم تقدر تدخل شي ثاني بعد تخليه ينزل شي. فشبابنا، نعم من الممكن اختراق جهازك حتى لو كانت صفحة HTTPS هو بها استغلال، يعني مكتشف له ثغرة في موقع حكومي، موقع مال فيسبوك، يوتيوب، أي موقع، وبيها الاستغلال ممكن يحقن لك بيه مباشرة. وارجع وانوش. هذا الشرح لأغراض أمنية، حتى لا تضغط على أي رابط يوصل لك على الواتساب أو التليجرام، لأن كثرت هاي الهجمات باللحظة، يعني بهاي الآونة الأخيرة كثرت جدا هاي الهجمات. تضغط وما تدري وفجأة ينسحب حتى موقعك، خلوك في البث. فشكرا لكم للمشاهدة، واعطونا إذا أكو أخطاء أو وشة بالصوت.